لقيت حد من التيم بتقول لي وليد انا محتاجه دلوقتي اقعد معاك شويه. قالت لي وليد انت ظلمتني. طبعا الجمله بالنسبه لي كانت خضتني جدا وكانت مرعبه. قلت لها طب لو سمحتي قولي لي التفاصيل. قالت لي انا هنا بشتغل معاك وبقالي حوالي 10 سنين. قالت لي بعمل شغل كويس؟ قلت لها جدا. قالت لي قصرت في حاجه من واجباتي؟ قلت لها لا. هل عملت شغل غلط؟ هل عملت مشكله مع حد؟ اتاخرت في ريبورت معين؟ قلت لها خالص بالعكس، انت شغلك في مواعيد شغلك مور ذان بيرفكت. قالت لي طب ليه فلانه زادت بنسبه تقريبا دبل اللي انا زدتها، وليه خدت بروموشن وانا ما خدتش بروموشن؟ قلت لها طيب السؤال هنا، لو انا استبعدت فلانه دي من المعادله، الزياده اللي انت خدتيها وشغلك اللي انت بتعمليه انت مبسوطه؟ قالت لي جدا. لو انا استبعدتها من المعادله انا ابقى مستريحه جدا. ليه؟ لان انا خدت زياده كويسه جدا السنه دي، وشغلي انا مبسوطه ومستريحه في التعامل في الشركه ومستريحه في التعامل معاكم، فانا ما عنديش اي مشاكل. بس لما شفتها خدت دبل الزياده بتاعتي انا حسيت ان انا عندي ازمه. قلت لها طيب هل انت بتعملي اللي هي بتعمله؟ قالت لي انا ما اعرفش. قلت لها طيب انا هعرفك، لان الصوره هنا ما كانتش واضحه قوي. قلت لها انت عندك حياتك العمليه الساعه 8:30 لغايه الساعه 5، وعندك حياتك الشخصيه اللي هي من بعد الساعه 5 لغايه اخر اليوم، اجازاتك وعندك الاعياد وعندك المناسبات، كل دي حياتك الشخصيه. قالت لي اه. قلت لها كل ده خلال السنه اللي فاتت هي ضحت بيه علشان تتواجد في الشركه وعشان تعمل حاجات زياده انت ما بتعملهاش، وده قرارها. انا ما اقدرش اقول اللي هي عملته ده صح ولا غلط، ان كل واحد ليه حياته الشخصيه وكل واحد هو اللي بيقرر اولوياته. هي قررت اولوياتها ان الشغل يبقى حياتها ويبقى نمبر 1، مفيش حاجه تاني. انت قررتي ان الشغل يبقى حاجه مهمه في حياتك، وبيتك واسرتك واولادك حاجه اهم بكتير، وده توتالي ريسبكتد. وانا لو مكانك مش هعمل حاجه غير اللي انت عملتيها. بس المسج المهمه هنا، احنا مش هنعرف ناخد كل حاجه، احنا لازم نبقى عارفين المرحله دي من حياتنا ايه الاهم. في وقت معين هيبقى الاب والام اهم من الزوجه والولاد واهم من الشغل، تقعد تحت رجليهم. وقت معين لما اولادك هيكبروا شويه في سن حرج هيبقوا هم الاهم. وقت معين الشغل بتاعك عشان انت عايز توصل لبوزيشن معين او تارجت معين هيبقى هو الاهم. وقت معين لا قدر الله لو حد تعب هيبقى صحته بالدنيا وهيبعد عن كل ده. في وقت معين لو بعدت عن ربنا شويه تحس ان انت قصرت كتير فهتقرب جدا، وما دون ذلك مش مهم. اولوياتنا في الحياه بتختلف من مرحله لمرحله، مش هتاخد كل حاجه. لو ركزت في شغلك 24/7 هتاثر مع ولادك، ركزت مع ولادك 24/7 هتسيب شغلك. المعادله مش كده. عشان كده دايما بنقول للناس رتب اولوياتك. شغلك حاجه مهمه جدا، عيلتك حاجه مهمه جدا، صحتك حاجه مهمه جدا، دينك حاجه مهمه جدا. اي حاجه في حياتك مهمه حطها ورتبها علشان تبقى عارف انت محتاج تركز على ايه الفتره دي. لو سمحت لو انت مركز على حاجه في حياتك ما تبصش للي جنبك، لان اللي جنبك ترتيبه مختلف، واللي جنبك بيضحي بحاجات انت ممكن ما تعرفش تضحي بيها. وعشان كده دايما طول الوقت بنقول كل واحد يبص في ورقته، لان ورقتك دي مش شبه اللي جنبك خالص.